السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقه ببرنامج اختيار العمال المؤهلين في كيبيك المعروف باسم PSTQ. هذا البرنامج تم الإعلان عليه رسميا اليوم 29 نوفمبر 2024 وهو الخطوة الأولى نحو الإقامة الدائمة في كيبيك، ولكن حتى الآن مازال مجمد حتى يونيو 2025. البرنامج الجديد جاء باش يعوض البرنامج القديم لو PRTQ وكيهدف لتحسين عملية اختيار العمال باش تتماشى مع احتياجات سوق العمل الكيبيكي. برنامج لو PSTQ عنده بنية جديدة مكونة من 4 فئات، كل فئة موجهة لفئة معينة من العمال. الناس اللي بغات تقدم خاصها تستوفي الشروط العامة بالإضافة للشروط الخاصة بكل فئة. الفئة الأولى كتخص الكفاءات العالية والتخصصات. هذه الفئة موجهة للناس اللي عندهم دبلومات جامعية، كفاءات عالية وخبرة مهنية لمدة سنة على الأقل في 5 سنين الأخرى. خاص تكون عندهم مستوى عالي في اللغة الفرنسية، 7 في الشفوي و5 في الكتابي. والزوج أو الزوجة اللي مع المترشح خاص يكون عندهم مستوى 4 أو أكثر في الشفوي. الفئة الثانية كتخص الكفاءات المتوسطة واليدوية، موجهة للناس اللي خدامين في المهن التقنية والحرفية. الشروط كتطلب خبرة مهنية ديال 2 سنين في 5 سنين الأخرى، من بينها عام على الأقل في كيبيك. خاص تكون عندهم دبلومات معترف بها ومستوى متوسط في اللغة الفرنسية، 5 في الشفوي. الفئة الثالثة المهن المنظمة. هذه الفئة خاصة بالمهن اللي كتحتاج ترخيص باش تمارس في كيبيك، بحال المحامين، الصيادلة، أساتذة، لي زانفيرميي وغيرهم. المترشح خاص يكون عنده إما ترخيص لممارسة المهنة أو دبلوم معترف به من السلطات التنظيمية، بشرط ما يكونش مر عليه أكثر من 5 سنين. المستوى المطلوب في الفرنسية هو 7 في الشفوي و5 في الكتابي بالنسبة للفئات الكفاءات العالية، و5 في الشفوي فقط للفئات الأخرى. المترشحين عندهم عام كامل باش يقدموا الطلب ديالهم عوض 60 يوم كما كان في الأول. الفئة الرابعة كتخص المواهب الاستثنائية، موجهة للناس اللي عندهم إنجازات كبيرة وكفاءات استثنائية كيشتغلوا في مجالات متميزة اللي غادي تساهم في تنمية كيبيك. خاص يكون عندهم خبرة عملية ما كتقلش على 3 سنين في هاد ال5 سنين الأخيرة. باش تكون مؤهل تقدم في هاد البرامج خاص تكون عندك 18 سنة أو أكثر، تكون ناوي تستقر في كيبيك وتوقع على عقد استقلال مالي باش تثبت القدره ديالك على تحمل المصاريف ديالك ومصاريف افراد عائلتك اللي معك لمده ديال 3 شهور على الاقل. خاصك تحصل على شهاده تعلم القيم الديمقراطيه والقيم الكيبيكيه لي فالور كيبيكواز، وكذلك الزوج او الزوجه اللي معك حتى هما خاصهم يكونوا محصلين عليها. هذا البرنامج لو PSTQ كيبقى خطوه طموحه باش تحسن العمليه ديال اختيار العمال المؤهلين في كيبيك، ولكن التعليق ديالو حاليا كيتطلب الصبر. الا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع الناس اللي مهتمين بالهجره، وتكتب لي في التعليق الراي ديالك في هذا البرنامج، واش كيشجعك على الهجره والاستقرار في كيبيك. شكرا بزاف على المتابعه ونتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء.